بالجزيرة الخضراء أو الخزيرات الأربع اللي فات. مغربي في العمر ديالو 25 سنة، هز الشاقور، مشى لواحد الكنيسة، دخل ضرب داك الكاهن، قتلو طيحو كاو، ضرب المساعد ديالو قسيس. مشى عاوتاني واحد 500 متر الكنيسة واحدة أخرى كيدق عليهم باش عاوتاني يقتل. وفي الطريق جرى على واحد خاينة، يعني في أقل من نصف ساعة زرع الرعب والذعر في ديك المنطقة. السيد ماذا وقع ليه؟ كيعاودوا الاصدقاء ديالو انه كان عطيه غير الشراب والحشيش وما كان كيفيق لا ليل لا نهار، وفي مده شهرين تقلب جذريا. السيد ولا الصلاه والدين وناض وقال لهم، المهم سموا العمليه عمليه جهاديه. فانا هذا الشاب هذا الله اعلم، راه ربما ما عرفش تقول هو الله احد، ما حافظهاش وما يدير المشكل. راه مشكل خطير جدا، راه غيبقى تاريخيا في التاريخ ديال مدينه الجزيره الخضراء. راه الناس اللي كانوا حاضرين غيبقى عندهم خوف في حياتهم، وغادي يخلق مشكل حتى المغاربه المهاجرين اللي متواجدين في مدن واحده اخرى بكثره. راه ماشي بديك البساطه ديال انه قتل وانتهى الامر. راه التاريخ كيبقى حافظ عاقل على كل شيء. اللي بغى يجاهد الاخوان يجاهد في النفس ديالو، واللي جا لاسبانيا يعري على الكتاف ديالو. الامور السياسيه ولا الدينيه يخليها للناس اللي اهل بها. السلام عليكم ورحمه الله.